الرحمن الرحيم. عودا حميدا. الفيديو اللي جاي ده ان شاء الله باذن الله هينزل بعد الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، في كل الخبيز واسراره، من غير شمس، من غير سطوح، من غير فرن بلدي، كله كده. حتى لو في الشقه تعرفي تعملي على المروحه كمان. بس كل ده ليه تكات واسراره هتشوفوه ان شاء الله باذن الله، بكل اسئلتكم اللي هجاوبلكم عليها في الفيديو ده. اوعي يفوتكم، هينزل بعد الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله. يلا حتى اللي مشتركش يشترك عشان ينزل له ويشوف ويتابع كل جديد، ويطلع احلى عيش زي ما انتم شايفين. الله اكبر. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. يلا بينا حبه نشاط في الفيديو ده. بس قبل ما ابتدي الفيديو، وابدأ ما ابتدي ده فيديو طحين الغلة. الطحين يا جماعة، نفسي اتكلم باللهجة بتاعتي بس خايفة ما تفهمونيش. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده بس قبل ما ابتدي بقى، زي ما قلت لكم الفيديو، عاوزة اقول لكم وحشتوني وحشتوني قد ايه. وحشني كلامكم الحلو في تعليقاتكم، اللي الناس اللي في ناس استغيبتني، في ناس بتقول لي نزلي فيديو، نزلي فيديوهات، انت مش بتنزلي ليه جديد؟ الناس اللي بتقول لي انت كل حاجة بتقوليها بصدق، فيها بكل امانة، فعلا والله. الناس اللي حست كده بارك الله فيهم. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب، وان شاء الله باذن الله ربنا يرضينا جميعا بالف خير. معلش الغيبه طولت. ربنا يفرج همومنا يا رب. كانت حاجه لا تطاق، من هم شديد شديد، ويعلم به ربنا. ربنا يا رب يفرجه يا رب ويخففه عنا، اللهم امين. يلا نبتدي الفيديو. بحضر بقى هنا للطحين، بحضر المكان اللي هعمل فيه، هغسل فيه الغله. بعري البلاعات اعزكم الله، او اللي هو غرف الصرف دي، بتريحني جدا جدا، ومن ساعه ما عملناها وهي مريحاني قوي. فغسل الغله، بغسل هنا بطاطين، يعني مش بتغلب في حاجه، بغسل سجاد، بغسل كل حاجه هنا، وانا مرتاحه، ما بهدلش نفسي فوق ولا شقه. طيب دلوقتي بجيب الخرطوم ده بحطه برضو، بوصله اللهم صل عليك سيدنا محمد، بالحنفية بتاعت المية، وبقى فاتحاه على طول طالما انا بغسل، وحطاه في العجانة. بحط الطشت كمان، الطشت ده بحط فيه الغلة دي، بفلت الغلة بفك الشوال ده. انا في الغالب بعمل شوالين في الشتاء، عشان خاطر ايه؟ مكان النشر ده يسعفني، الغلة ما تكومش فوق بعضيها وتلحق تنشف كده وما تعفنش. لو في الصيف بعمل بالاربع اشويله، وربنا يا رب يبارك لنا ويبارك لكم جميعا يا رب. المهم بص بحطه في الطشت ده علشان ايه؟ اخد منه بدل ما ايه بيغلبني الشوال. يبقى ايه؟ عشان اسهل، بعمل كل حاجه عشان اسهل على نفسي. ربنا يا رب يرحم كل الناس اللي بتاعت زمان دي، اللي تعبت فعلا بجد. كان زمان غسيل الغله ده فوق السطوح، والعيال اللي تحب تلعب دي معانا، ربنا يا رب ما يحرم اي بيت من صوتهم ولا انسهم يا رب، ويدي كل مشتاق، اللهم امين يا رب، ويبارك فيهم جميعا. المهم بحول قد العجانه ما تشيل، ما ازنقهاش، واملى العجانه. وبعد كده ايه؟ معرفش اغسل كويس، عشان غله تتغسل كويس لازم تبقى ايه؟ اهي يعني، ومش مليانه العجانه قوي عشان ابقى اخد راحتي في الغسيل وتتغسل بسهوله. المهم اللهم صل عليك يا سيدنا محمد، بتخانق معاه علشان اخد منه الخرطوم. ربنا يا رب يهديهم يا رب، يصلح حالهم، هم عاوزين عاملينها لعبة. المهم كانت الإضاءة صعبة شوية، ابتدينا ايه نظبط الموبايل شوية. بهتت الصورة مننا، بس ايه الإضاءة اتحسنت نوعا ما. يلا ببتدي انا اغسل من فوق لفوق كده لحد ما ايه؟ انضفها، واخد الغلة من فوق لفوق علشان خاطر ايه؟ لحد ما تبقى زي ميتها زي اللؤلؤ كده. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. المهم ببتدي ايه؟ اقلب اقلب كده اهو، والحاد بص، اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، اللي هو اطلع ايه؟ اللهم صل عليك سيدنا محمد. اي عكيره ميه بكبها لحد ما تبقى صافيه زي ما انتم شايفين كده اهو. ماشي. وبعد كده ايه؟ نصفيها. طيب الناس اللي بتقول لي ما غربلتيش ليه الغله قبل الطحين؟ لما بغربل الغله بيطلع يعني تقريبا ربع الشوال من تحت الغربال، ليه حرام؟ ما انا كده كده بغسلها وبستفاد منها، يعني انا بغسلها ابرك من اللي انا ايه بغربلها. يعني انا وانا بغسلها اكيد هتنضف، يعني مش هسيب فيها اي حاجه. زي ما انتم شايفين ميتها نظيفه، ده ميتها تشرب خلاص. وابتدي انا كل ما احس الميه معكره، ادي فم جديد، اصفي ميه الميه الموجوده دي المعكره دي، واجيب ميه جديده. المهم لا، انا بصي بغسل من غير غربله، مش بتعب نفسي مرتين، هي مره واحده في الغسيل، وبغسله كويس وبضمير، وتبقى زي الفل.
خلاص، لان حتى اللي هو ايه التبن والصفير والحاجات اللي زي دي بتطلع على وش الميه وتلاقيها ايه وقعت لوحدها. ربنا يا رب احنا والله برضه مرتاحين الايام دي، ما زيش زمان. كانت غسيل الغله انا بفتكر يعني الناس الكبيره كانت بتبقى فوق السطوح، مفيش حنفيات ولا حاجه، بيجيبوا الميه بيحولوا الميه من تحت وبعدين ينزلوا الميه يكبها تحت علشان خاطر السطوح ما تتبش منهم. يعني كان موال وكان عذاب. ربنا يا رب يديهم يعني يبارك للناس اللي عايشه منهم ويرحم كل اللي توفوا. يعني فعلا ايام بتوع زمان دول فعلا تعبوا، احنا ولا حاجه فيهم. يلا ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا، اللهم امين جميعا. كل ما الاقي الميه معكره مني اغيرها. بص انا حتى بص المصفيه بغسل الخرطوم شغال فوقيه، بغسل اول باول يعني فيه. المهم بكان الميه دي بحط فوم جديد او غله جديده، أو بحول زي ما انتم شايفين. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. وما تنسوش الفيديو اللي جاي زي ما قلت لكم الخبيز من غير شمس ومن غير اي حاجه، في عز الشتاء في عز طوبه يطلع احلى عيش زي ما انتم شايفين. الفيديو اللي بعد هينزل ان شاء الله باذن الله اللي بعد ده. اللي مشتركش في القناه يشترك علشان يوصل له كل جديد ويشوف بقى خير الصعيد وكل افعال الصعيد. دلوقتي في بصوا علشان اصفي كمان الغله كمان بغسل ايه الشكاره دي برضو، حتى لو في بصي يعني ما فيهاش اي حاجه برضو لازم اغسلها عشان اضمن غليتي نازله مش بتعبت فيها ده كله. وكمان بمسح كمان من تحت ايه المكان الشكاره اللي بحطها فيه، يعني المكان اللي تحت الشكاره انضفه كمان علشان ايه اضمن ان ايه كل حاجتي نظيفه وكل حاجتي تطلع زي الفل. الحاجه دي بتنزل بطننا يا جماعه، وبطن اللي بياكلها ويا رب تنزل بالف هنا يا رب وصحه. فايه لازم نبقى ايه نكمل مصلحتنا على اجمل وجه. المهم برضو ايه حطيت شوال كده وابتدي افضي من المصفى الكبيره زي ما قلت لكم. الطبق الكبير ده انا كان مكسور عندي، رحت قلت لا خساره لما ارميه، رحت عملته مصفى كبيره خرمته من تحت بسكينه بقى اللي انت معاكي مسمار سخنتها على البوتاجاز، وبقى ابتدي اخرم فيه. بغسل فيه الملوخيه، بغسل فيه كميه الخضار الكبيره، بغسل فيه الحاجات اللي هي اكون بخلي ليمون زيتون، تبقى كميات كبيره بتشيل معايا وبيسعفني صراحه، وشايلاه لي كده. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. ببتدي ايه افضي حبه حبه لحد ايه ما افضي المصفى دي او الطبق زي ما قلت لكم، واحط فيه فم جديد. المهم بفضي ايه الطبق ده اول باول عشان اصفي فيه فم جديد، وهكذا علشان خاطر ايه ابقى ايه واخده بالي من كل حاجه بعملها. المهم ببتدي ايه في فوم بصي من المهم ما تسيبيش الغله في العجان عشان ما تبش منك ويضيع الطحين عليكي، لان كل ما الغله كانت ايه بايشه من ميه مش هتطلع لك الدقيق كتير، هتطلع لك كله خاله. فخلي بالك من الحته دي. واحنا بنحب بص كل ده هيتولع عليه المروحه هينشف زي الهوا. كنا زمان فوق على الشمس على السطوح على الشمس فاهمه انتي، وتحت الشمس ما ياخدش يومين. لا هنا بقى عشان خاطر دلوقتي عصافير كتير فوق وطيور البيت ما نقدرش نسيطر صراحه، فبنعمله هنا في الحوش وتحت المروحه بيبقى زي الفل. اهم حاجه تمسكي الغلايه تقرش تحت اسنانك، اول ما تلاقيها قرشت تحت اسنانك يبقى كده خلاص ده ينفع ايه يروح على الطاحون على طول. خلاص هبتدي افضي بصي حبه حبه بالراحه كده. بصي الغله قدامكم ما شاء الله لونها زاهي كده وما شاء الله وصفرة، اللي يشوفها يقول ايه متغربله وشبعانه غربيل، ولا اي حاجه فيها ولا اي غباره ولا اي حاجه، ده مغسوله وشبعانه غسيل. فهيبقى دقيقها منور ما شاء الله وعيشها زي الفل كانه فينو. الله اكبر، يعني ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا ويا رب يحلل لنا كل حاجه، اللهم امين. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. ان شاء الله باذن الله في فيديو هينزل برضو غير الخبيث ده كمان. الفيديو اللي جاي فيديو اللي هو اجابه على كل اسئلتكم على المش والجبنه. انا حاضره وسامعه وشايفه كل تعليقاتكم على الجبنه ازاي نعملها واتصرف ازاي المش بتاعي اللي مرر واللي اسئله كتير ان شاء الله اجابتها باذن الله باذن واحد احد. فيديو هحضره لكم ان شاء الله بمشيئه الرحمن يا رب، بس يا رب يدينا الصحه ويبارك لنا ويقدرنا ان شاء الله باذن الله على كل حاجه خير يا رب، وافدكم بكل حاجه خير. المهم اللي ما اشتركش في القناه يشترك علشان ايه نشجع بعض، وان شاء الله باذن الله ربنا ما يقدر ونغيب عليكم غيبه كبيره زي اللي غبناها المره اللي فاتت دي او الفتره اللي فاتت. ببتدي كل ما تعقر الميه ببتدي اغيرها واحط ميه جديده زي ما انتم شايفين. الحاجه دي زي ما قلت لكم بتنزل بطننا. يعني نقدر بص والله العظيم اللي بتعمليه لو عملتي حته عيش ناشفه في البيت تاكليها انضف واحسن من العيش بره.
والله العظيم احسن وانضف وابرك من عيش بره. لان يعني لينا فتره احنا مقاطعين الطوابين، بنشتريش من الطابونه خالص خالص خالص. يعني حتى العيش اللي على البطاقه ده احنا بناخده مكانه يعني اي حاجه تاني الا العيش. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. كده خلاص اخر فم ده، وكنا شطبنا خلاص والحمد لله، وربنا ادانا الصحه وقدرنا وخلصنا. غسلت العجانه مكاني، وهغسل كمان مكان الارض من تحتي. مكان ما انا اتعكرت مني او باظت مني، ببتدي انضفها كويس خالص. انضفها ليه؟ عشان نظافه البيت طبيعي، وعشان كمان ان انا هفرش هنا وانشرهم هنا الغله تحتهم. فلازم ابص بنشف ازاي بالميه، انشف حلو حلو كده بالمساحه، واجر كويس خالص عشان ما يبقاش فيه اي ميه مندايه في البلاط. علشان خاطر وسبتها شويه ورحنا صلينا عشان تنشف وما تبقاش مندايه. جبت الفرطات بتاعتي اللي دايما محافظه عليهم انضاف زي البفته اهو، الله اكبر. علشان خاطر الخبيز، تجهيز طحين زي كده، لاي حاجه فيها فيها مقدر مصلحه البيت. قاعدين وما مفرطاش فيهم. نضاف كده، وبغسلهم واطبقهم واشيلهم بقى للعوزه. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. ببتدي انا افرد بقى عليهم الغله. كانت الصفت خلاص، يعني احنا سيبناهم ممكن قد نص ساعه، قد ساعه، لحد ما صليت والصفوا وبقوا كويسين. ونزلت بقى بفرطاتي بقى فرشت لهم. وكل ما احتاج ان هم عايزين تاني اجيب تاني وافرش، وهو زي ما انتم شايفين. المهم مليت بها الفرشه كلها. وكل يوم الصبح انزل افرد فيهم، افرد تاني واقلب في الغله. لازم اوعي تسيبيها كده غسلتيها وفردتها وخلاص، لا. كل يوم تنزلي تقلبي، والمروحه ما تبات عليهم ليل ونهار. اوعي تطفيها ولا تقولي هريح المروحه، لا. عشان تاخدي غلتك، ما اوعي تكمكم منك بعد كده وتزرع. فيلا ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا، ويا رب يهنينا بحاجتنا يا رب جميعا يا رب. ودعواتكم يا رب لينا. وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه.